السلام عليكم، عسلامة ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله راني جيت وجبت لكم جديد بيان سور. هو في الميدان ما راهوش جديد، لكن في الجزائر العاصمة راهو جديد. هادو اللي كتشوفوا فيه بخور، البخور من يتباع عند مول توابل، مالا راهو فتح توابل. لا مغنية التوابل، وزيد لكم الملكية، توابل ملكية، لا مغنية والصح ملكية. المحل هذا راهو جديد، انا نهار اكتشفته اول مرة اكتشفته في مغنية. نهار شريت من مغنية وجيت ندمت لي ما جبت كتر، وتمنيت تاني لو كان جاوك عندهم محل هنا في الجزائر العاصمة. والحاجة اللي صح فرحتني وفرحت من قلبي كي شفت باللي فتحوا لنا لهنا في الجزائر العاصمة، وعندهم ماشي غير في وين هنا باسكو راني في ساحة شهداء، عندهم تاني في ميسونية وعندهم في جوايه واحد اخرين. المحل هذا بيان سور ما يبيعش غير التوابل، يبيع حتى الزيوت، يبيع راكم تشوفوا القرفه عندهم بالك كامل الانواع، اي نوع تتخيلوه يجيكم في راسكم راكم حتصيبوه عندكم. يعني حتى القرفه عود وما عندهمش نوع واحد، بالك حتلقاو عنده 3 ولا 4 تاع قرفه عود. وبيان سور عندهم القرفه المرحيه، لو كتشوفوا جبتها والله العظيم غير حطيتها البلاصه اللي رفتها منها في دارنا غير قعدت الريحه تعبق. هذا حطيتها برك ورفتها منها، قعدت الريحه، شريت عليهم الكمون، شريت عليهم القرفه، شريت عليهم العكري. انا نقول لكم ما شاء الله، نقول لكم طيبت بهم اليوم، مازال ما طيبت بصح كنت شريت من عندهم. قلت لكم كانوا جازوا عليهم دوك عوام الحمد لله، بصح على حسب الريحه راني عارفه باللي نفس الجوده. وبيان سور كي تروحوا تما تفهموا باللي كل حاجه يرحوها تما عندهم، ما يجيبوا حتى حاجه مرحيه، كلش جديد. ومن كثره اللي السلعه تاعهم ديما جديده، ديما يبيعوا دونك ديما سلعتهم جديده. وبيان سور الانسان اللي يروح ويشري وتعجبه الريحه بيان سور يشري ويعاود يولي. حاجه اللي عجبتني انهم الزيوت عباك حنا عندنا مشكل كي نروحوا نشرو الزيوت ما نلقاوش كامل الزيوت اللي يكونوا حابينهم، نلقاو الزيوت المعروفه بالك اللي كامل الناس تستعملها، بصح كاين زيوت ماهيش معروفه وقليل اللي يستعملوها ومليحه، يعني ماشي الناس كامل تعرفها. انا لقيت عندهم كامل الزيوت اللي شحال وانا نحوس عليهم وما لقيتهمش عندهم، ماشي لقيت نوع ولا زوج، فايته 50 نوع تاع الزيوت طبعا الزيوت الطبيعيه. وتاني الحاجه اللي عجبتني عندهم تلقاو عندهم كل حاجه، الحاجه الطبيعيه اللي مليحه للبشره، مليحه للصحه، مليحه للعظام، تلقاوهم يبيعوها. يعني اذا حوستوا على الشامبوان الطبيعي تلقاو، حبيتوا الزيوت الطبيعيه تلقاوها، حبيتوا حاجه دواء مفاصل يعني لاباز تاعهم ناتشورال تانيك تلقاوها. هنايا هاوليك هنا تمروا القريوش بيسك كان عندهم الافتتاح، وهذا ديجا من كرم الضيافه. هنا نعرفوا بلي الناس هادوما صح عندهم الكرم والصح يهتموا بالزائر تاعهم والزبون ديالهم. تاني حاجه واحده اخرى اللي عجبتني هنا وعجبتني حتى في مغنيه اللي اشتها فيهم هي النظام، كل حاجه مرتبه، كل حاجه منظمه، حتى الناس اللي يخدموا تما يعرفوا كيفاش يهضروا معاك، يعرفوا كيفاش يوجهوك، يعرفوا كيفاش ينصحوك ويفهموك، وتانيك ما يطولوش عليك باش يعطولك حاجتك. حتى وكان عندهم الغاشي، فيسك انا كي صورت كان سنيت كانوا نقصوا شويه الغاشي، حتى وكان عندهم الغاشي وهكاك، وعرفوا كيفاش يقدروا يعني تهلاو في كل زبون، وكل واحد عطاو له وقته، وكل واحد عطاو له السلعه اللي حوس عليها. الحاجه المليحه عندهم قلت لكم كل حاجه تحوسوا عليها عندها علاقه بالتوابل تلقاوها، عندها علاقه بالعلاج الطبي تلقاوها، عندها علاقه بالتجميل الطبيعي تلقاوها. قلت لكم كرم الضيافه تلقاوه. وتاني الحاجه المليحه كي تحوسوا على حاجه تلقاو منها انواع، يعني ماشي كي تروحي تحوسي على حاجه زعما تحوسي على زيت عندهم نوع واحد، تقدري تلقاي دي مارك بليزيور مارك اللي نتيا تدي نتي واش حبيتي. كما راكم تشوفوا حتى الحبوب الجافه، وعندهم الزيوت، عندهم ما لقيتش الكلمات اللي نوصف لكم بها المحل هذا اكثر من نقول لكم ما شاء الله تبارك الرحمن. راهي شغل كيفاش نقول لكم، دخل هو الحانوت ماهوش كبير بزاف، بصح تقول صح دخلتوا بازار بيسك الحاجه اللي تحوسوا عليها صح تلقاوها. راكم تشوفوا هذوك الطواجن انا اللي جست عليهم كنت شريتهم عليهم بالك قلت لكم فايته 4 سنين،
الحمد لله مازالهم حتى لدوكا، بالك انا اللي شريتهم شويه صغار على هادوما، بصح الجوده نفسها حتى اون بليس شابين بيسك مرسومين وكامل فيهم واحد الحاجه. هادوما طليت عليهم من تحت، بصح اللي شريتهم انا عليهم قبل في مغنيه دايرينهم واحد لابسه هكا شغل تحديد هكذا من تحت، شغل ان سوبور باش يقعد صحيح وما يتكسرش. بدون إطالة. هذا هو المحل، نشرح لكم كامل وش فيه. بقى لي غنقول لكم المكان متواجد في ساحة شهداء، وبلاصة ماشي بعيدة على المترو، قريبة لطوميجيري. نعطيكم طوميجيري بيسك معروف في ساحة شهداء، ماشي بعيدة على دي جي اس ان. بلاصة آمنة جدا، الناس قلت لكم عندهم كرم ضيافة، وما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير.